هو في ايه يا جماعه؟ هو كل واحد فاضي شويه ومش لاقي حاجه يعملها هيقعد يكلمنا عن القضاء؟ على فكره انا فاضي شويه. معانا سيادة المستشار أحمد الزند. الزند؟ ايه الزند ده؟ رئيس نادي قضاة مصر. يعني زند؟ انا حكايتي مع القضاء يا جماعه حكايه قديمه قوي. بدايتها كانت بابا الانتخابات حصل فيها ايه؟ اتزورت يا حبيبي. وعمو القاضي عمل ايه؟ رئيس نادي القضاة يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني. ده راجل بيوفر لهم المصايف، السيارات، الرحلات، ايس كريم، كلو الحج والعمرة، الكتب، الأدوية إذا لزم الأمر. بابا الانتخابات حصل فيها ايه؟ اتزورت برضو يا حبيبي. والقضاء عمل ايه؟ والآن فخامة الرئيس كلنا في شوق للاستماع إليك. آذاننا صاغية وعقولنا واعية. ومن ساعتها وانا بدأت ادرس تاريخ بعض القضاة في مصر، وده رجعنا لزمان. لو الحكم ده ما كانش شامخ كان لغى الجول، بس هو عشان شامخ فكر وقال هي مش الكوره دي لعبه اساسا عشان الناس تنبسط؟ طب هو في انبساط اكتر من كده؟ برجله ماشي، بايده ماشي، هو جول. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه. الحكم ده لما كبر ما كانش ينفع يحكم، راح يحكم في ملعب تاني. فتحت الجلسه، اتفضل يا استاذ. وزي ما كانش شايف دي ما شافش دي. هذه المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام نقلا عن الإنترنت، والتي تظهر سيارة مسرعة يعتقد أنها تابعة للشرطة. وزي ما فرح الناس الطيبة هناك فرح الناس الطيبة هنا. قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم محمد حسني السيد مبارك. قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير. شوف يا أخي، مع إن القضاء بتاعنا إيده فرطة في البراءة، إلا إنه جه في قضية معينة وشرب بريل. شيخ عبد الله بدر، القضية الشهيرة مع الفنانة إلهام شاهين، حكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل. بصوا، أنا مش هدافع عن عبد الله بدر ولا هو موضوعنا أساسا، بس أنا من حقي أسأل هو غلط في إيه؟ وكم واحد حضنك في افلامك ومسرحياتك اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ وكم واحد اعتلاكي في افلامك ومسرحياتك اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ يا سلام، وايه الغلط في كده يعني؟ ما الادله كلها موجوده. هات يا ابني الفيديوهات وريها للناس. خلي بالكم الفيديوهات الجايه دي للكبار فقط. انتوا صدقتوا ان هعرض الفيديوهات ولا ايه؟ ده احنا هناخد اداب وش فيها. بس برضه يفضل السؤال، ليه الشامخ حبس عبد الله بدر؟ وعشان نجاوب لكم على السؤال ده معانا الشامخ نفسه على التليفون. اهلا يا شامخ. اهلا جو ابني. ممكن يا شامخ تقول لي انت ليه حبست عبد الله بدر؟ شوف يا جو ابني، انا من ساعة ما القضية دي جت قدامي وانا فضلت سهران 3 ايام ورا بعض عشان اعد كام واحد اعتلاها، وبعد 3 ايام لقيتني ما كملتش نصهم، وانا يا ابني راجل صاحب مرض، فقلت اريح نفسي واسكع الشيخ عبد الله بدر حكمه وخلاص. طب هو دلوقتي قضيته انه ما عدهمش ولا كام راجل اعتلاكي؟ لا، عشان ما عدهمش. لا يا عم يستاهل. جاي من غير ما يعدوهم ليه؟ طب ممكن يا شامخ تقول لي انت وصلت لكام في العد؟ يبقى تعالى وانا اقول لك كام. ايه ده؟ انت طلعت منهم؟ سلام يا شامخ. الموقف ده خلى ناس كتير يحصل عندها لبس
وبعد كده قلع. متفهمناش غلط، قلع الافكار الوحشه بس. مشاركة عدد من مرشحين الرئاسة اللي خرجوا من السباق زي الأستاذ حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ خالد علي. خرجت مسيرة من رمسيس أمام مسجد الفتح بيقودها المرشح خالد علي، واتجهت لدار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء. الأستاذ حمدين صباحي قاد مسيرة أخرى من ميدان مصطفى محمود المهندسين واتجهت مباشرة لميدان التحرير. اهو ده لبس. والعدوان الذي يحدث الآن على القضاء المصري والمذبحة التي تتم باسم زائف هو التطهير. اهو ده قلع. وفي وسط الليله دي كلها بظلنا مصطلح تطهير القضاء. تطهير القضاء. تطهير القضاء. تطهير القضاء. تطهير القضاء. تطهير القضاء. احنا بنطالب بتطهير القضاء. تطهير القضاء. تطهير القضاء. والذي ينادي بالتطهير هو الأولى بأن يطهر نفسه ويطهر فمه، لأن القضاء ليس نجس. طبعا مش نجس. هو لو كان نجس كنا سيبناك تطلعنا رحلات ومصايف. ايس كريم كلو كلو. لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء علشان يتم التحقيق معاه في اتهامات باستيلاء على أراضي الدولة. طبعا طاهر. رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، والسبب بلاغات تتهم الزند بالاستيلاء على أراضي مساحتها 180 فدانا مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح. يعني انتوا قضاه وبتحاكموا الناس وما تقولولناش على الأراضي اللقطة اللي بتجيبوها؟ قال المستشار أحمد الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر، ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس. طبعا طاهر. كلو كلو. يبقى كده طاهر وشامخ، فاضل ايه؟ غير مسيس. انت غير مسيس الشامخ صح؟ ممكن يا تهاني تكلميني اكتر عن العمل السياسي؟ من انتخب تهاني الجبال؟ أنا انتخبت الفريق أحمد شفيق لأني كنت بختار ما بين الدولة الوطنية المصرية وطز في مصر. والمرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى يعني أنا كنت مع حمدين صباحي وهو رفيق نضال. وانت يا زند كلمني اكتر كده عن عملك السياسي. أنت مين؟ من أنت؟ وزنك إيه؟ كيانك إيه؟ اقول لكم ايه؟ انا هروح للكبير بتاعكم. اقول لك بقى على القضايا اللي هي محطوطة في التلاجة. في قضايا محطوطة في التلاجة، بس اقول لك بقى، قول هقول لك بقى. أنا مش داخل في الغنايم، أنا راجل بتاع النظام القديم وراجل زي ما بيقولوا بتاع حسني مبارك. وهو ده المعنى اللي فهمته الناس الواعية اللي مش خرفان، اللي نزلوا ينددوا بإقالة نائب الفلول. خونة يعملوها، ملايين الشعب المصري اديتهم صوتهم. أليس استدعاء النشطاء كان بأمر قضائي؟ نعم يا فندم. المظاهرين دول الشعب كله ورا جبهة الانقاذ، هم عندهم خبرة سياسية. دكتور البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى. جبهة الانقاذ هي صوت الشعب الوحيد. جبهة الانقاذ رافضة يا فندم تخش انتخابات. خلاص هي على حق. نعم يا فندم. قول لهذا النظام: أليس هناك قليل من الحياة؟ تترك الفلول. نعم يا فندم. رئيس مدني من قلب الثورة، من الناس اللي قامت من يعني منتخب يعني ولا غير منتخب؟ لا مفيش حاجة اسمها منتخب يا بيه. معروفة في كل دول العالم، الرئيس بيجي بالتعيين. نعم يا فندم. اعترف لكم بحاجة، ابويا قال لي زمان ان القضاء بتاعنا شامخ، بس بصراحة مهما تخيلت دماغي ما جابتش الشامخة دي. لماذا قررت فجأة انك تستقوى بامريكا على مصر؟ عمري أنا كنت حاضر المؤتمر، وشهادة حق لله عز وجل المستشار الزند لم يستقوي بالخارج. يا راجل
أقول للرئيس أوباما: إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة، وأمريكا التي رعت وترعى عليها أن تتحمل مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري. بيني وبينكم لما فكرت لقيت عنده حق. مرسي في الأول ولا في الآخر راجل غريب عننا، لكن أوباما منهم وعليهم. Now that you have a democratically elected government in Egypt, انت مال امك انت. وعلى الرغم من ده كله إلا إن القضاء بتاعنا شامخ بيدي أحكام تقيلة. حكمت المحكمة بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل. قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم محمد حسني السيد مبارك بضمان محمد قرارات في القضية ما لم يكن محبوسا على ذمة سبب آخر. رفعت الجلسة. واللي مش مصدق ينزل على الفيسبوك ويعرف ايه اللي مكتوب عليه. شكرا.